ولكن اكو الشيء الاساسي والمهم اللي هو تهيئة الأجواء داخل البيت. ما فقط أن نهتم بالخارج، ما فقط أن نهتم بما يجينا من خارج البيت، لازم نهتم بأنه نحن كعائلة كبيت شلون نحن عايشين. هل يا ترى الحيوية اللي موجودة في حياتنا مستمرة؟ هل هذه العلاقات مع بعضنا مستمرة؟ كي ناكل وكي نشرب مع بعضنا، ولا كل واحد صار عايش لوحده؟ يمكن عايشين تحت سقف واحد، نعم، ولكن كل واحد في مكان، كل واحد ياكل لوحده، كل واحد يعيش حياته لوحده، بفكره، بحياته، بلبسه، بكل شيء. هذا هو موت ابنة يايروس، هذا هو الموت العائلي أحبائي. لهذا اليوم واجب علينا جدا أن نعمل كل التحديات اللي تواجهنا، كل التحديات نحن لازم نواجهها في سبيل شنو؟ في سبيل أن ننعش عائلتنا، في سبيل أن ننعش حياتنا الأسرية، في سبيل بأن نكون نحن عائلة واحدة، عائلة مفرحة، عائلة تعرف أنها شلون تعيش. لهذا السبب إجا ربنا وتجسد على هذه الأرض، لهذا السبب بأن ربنا تحمل كل الآلام وكل العذابات وكل الإهانات من أجل أن يرمم العائلة. وأيضا أكو فكرة مهمة في حياتنا جدا، قد كان ربنا مهتم بالعائلة وهو على الصليب في قمة الألم، في قمة الشدة اللي كيعاني من عندها، ما نسي أمه، ما نسي أم مريم، فكر بيها. أكيد كان يفكر ربنا بأنه هذه الأم اللي دارته، اللي ربته، اللي عاشت معانه، اللي أكل معاها الخبز والملح، أكل بيناتهم الزاد، فكان مهتم بيها لآخر لحظة بحياته. كان مهتم ربنا بالعائلة، كان مهتم بوالدته. ولهذا طلب من يوحنا إنه يا يوحنا هاي أمانة عندك، هاي تكون اليوم أملة إلك، دير بالك عليها، حافظ عليها. اليوم نحن ويننا من هذا الموقف؟ ويننا من ابنة يايروس؟ كم واحد اليوم من عندنا هو ميت، ميت عائليا، ميت أسريا، تشوفوا نعم بأبهى حلة، مبين علامات الفرح علينا، نعم، ولكن هذه العلامات هي علامات جسدية. أنا أريد أشوف داخلك يا إنسان، هل أنت فرحان؟ داخلك يا إنسان هل أنت مستقر؟ ممكن أن يكون عندنا كثير من الأشياء، نعم، ولكن الفرح هو من الداخل، الفرح اللي هو العائلة، الفرح اللي هو أنه هناك أشخاص من يهتمون بينا، من يسألون عنا، من يطمنون علينا. نشوف أيضا في هذا المقطع ابنة يايروس قد كان الأب شايل حمل بنته، شايل مرضها، وكي يركض وكي يدور بأي طريقة من الطرق إنه يعطي لها الخلاص، يعطي لها العلاج الشافي. كان يبحث في كل الأماكن وفي كل الطرق، ولجأ إلى ربنا.
هذه اليوم اللي هي رسالة الأب والأم. يا حبايبي الآباء والأمهات، هل أنتم اليوم مثل يايروس تركضون في كل الاتجاهات تبحثون عن الخلاص لعائلتكم، تبحثون أن تقدمون الأفضل ما هو للعائلة؟ أفضل ما تقدرون أن تقدموه لأولادكم ما هو الأكل، ولا هو أيش يشربون، ولا هو أيش يلبسون، لأنه هاي الأمور كلها بسيطة تتدبر شلون ما كانت تتدبر. لكن الشيء الأساسي هو أن تعطون لأولادكم أن تكونون أب وأم بالبيت، أن تكونون هذا المثال الصالح، أن تكون هذه القدوة الحقيقية للأب وللأم، أن تكونون هذا السند الحقيقي لأولادكم ولبناتكم. لما ينظرون إليكم يتعلمون الحكمة، يتعلمون الصبر، يتعلمون الحياة، يتلذذون بيها. هذا الشيء الأساسي اللي اليوم كي يعطي لنا ربنا. فإذا الرسالة اللي إجا بها ربنا إجا حتى يصلح العائلة اللي تدمرت، هذه العائلة اللي كانت مع آدم وحواء وقايين وهابيل، اللي دخل فيها الخلاف والنزاع والشر لدرجة إنه واحد قتل الثاني. يمكن اليوم واحد بيناتنا راح يقول بأنه نحن في عوائلنا ما عندنا هذا الحقد لهذه الدرجة. نعم، ولكن إذا الأخ ما يحكي مع أخوه ولا الأخ يحكي مع أخته والعكس، هذولا همينا هم ميتين مجتمعيا، ميتين جسديا وروحيا، لأنه انقطعوا بيناتهم كل الأواصر المحبة والعائلة، ما كي يقدرون يأكلون مع بعضهم مثل ما كانت ابنة يايروس. أول ما أقامها الرب قال خلوها تأكل، رجعوها مرة ثانية للزاد وللملح بيناتكم، رجعوها مرة ثانية تدخل إلى حياتكم، ما تكون بعيدة مهمشة، خلوها تدخل إلى حياتكم. اليوم كم واحد بيناتنا مهمش، يا إما هو نفسه مهمش، يا إما اللي هو همش الآخرين، زعلان من أخوه، زعلان من عائلته، زعلان من أخته، خلافات كل هذه الأمور. فإذا اليوم شنو مسعانا أخوتي الأحباء؟ أول شيء على شنو نحن راح نسعى، على شنو نحن راح نبدي ندور؟ إذا المقوم الأساسي في حياتنا هو ميت، فإذا لازم نحن نتمسك بالرب، لازم نحن نطلب المعونة من الرب حتى يرجع يعطي لنا الحياة مرة ثانية. وهكذا أيضا قضية الزاد والملح والأكل اللي صارت مع ابنة يايروس، ربنا أيضا عملها مع التلاميذ، عطاهم جسده ودمه، خلاهم أن يكونون عائلة واحدة، علمهم شلون أن يكون الفداء. نشوف بأن ربنا ما عطى لتلاميذه أي ميراث من الميراث اللي نحن نفكر بينه، الميراث المادي، ولكن عطاهم ما هو أقوى وما هو أجمل من الميراث الدنيوي، عطاهم السعادة الأبدية. علمهم شلون يحبون بعضهم، علمهم شلون يتكاتفون، علمهم شلون يكون عندهم هدف ومبدأ في حياتهم. فاليوم أخوتي الأحباء
لا تفكروا بالميراث اللي راح تسلموه لأولادكم، فكروا شلون راح تزرعون المحبة بين الأولاد، فكروا شلون راح تزرعون الغيرة الجيدة. يعني واحد يغار على الثاني، يغار علينا أنه لا يمرض لا ينكسر، مو الغيرة بالمعنى السلبي. فإذا هذه هي الكنز، هذا هو الكنز العظيم اللي يعطيه الأب والأم لأولاده. هذا الشيء ينشاف بعد رحيل الأب والأم عن هذه الدنيا. شوفون الأولاد شلون كي يتعاملون مع بعضهم، شوفون العائلة شلون هي متكاتفة، شوفون العائلة شلون هي مترابطة، شوفون العائلة شلون هي محبة، واحد يخاف على الثاني، واحد يدير باله على الثاني. هذا هو الميراث الفرح. أما إذا كانت فقط أمور مادية وكل واحد راح إلى حاله، فهذه معناها وفاة ابنة يايروس، معناها العلاقات العائلية انتهت. أعرف أخوتي الأحباء، الكلام قد يكون شوية قاسي، ولكن ضروري أن نلحق نفسنا قبل فوات الأوان، ضروري أن نلحق نفسنا ونصلح من عائلاتنا، ضروري نحن نتقارب مع بعضنا. فالمقطع الأول يدعونا إلى محبة عوائلنا، المقطع الأول يدعونا إلى نحن اليوم بهذه الجمعة العظيمة أن نخلي عائلتنا تقوم، خلي عائلتنا تعيش الفرح، خلي عائلتنا تعيش الأمان والسلام. لا تكون بعيد عن عائلتك، لا تكون بعيد عن أخوك، لا تكونين بعيدة عن أختك، بالأخص إذا كانوا في وطن واحد. استغلوا هذه الفرص، استغلوا وجودهم، احضنوهم يوميا، سلموا عليهم، اسألوا عن حالهم، اكلوا مع بعضكم. لا تخلون هذا الشيء يكون فقط في العيد وفي المناسبة، خلوا كل يوم يكون اجتماع العائلة عيد وفرح، خلوا كل يوم يكون اجتماع العائلة قيامة. خلونا نآزر عوائلنا، إذا الزوج والزوجة أكو خلاف بيناتهم ما يخالف، دوس على هذا الخلاف، لا تخلي الشر يدخل في عائلتك ويحطمها. اعلن القيامة، اعلن قيامة حياتك، اعلن قيامة عائلتك، صلح هذه الشروخ الموجودة، لا تخسرها. ربنا كي يقول لنا ابنة يائيروس مريضة، خلونا نلحقها. اليوم عوائلنا بها مرض، نعم، التفرقة، البعد، الخطيئة، كل شيء، خلونا نحن نلحقها. الدواء موجود اللي هو ربنا، الدواء موجود اللي هو محبة الله لنا، الدواء موجود اللي هو قيامة ربنا، هي اللي تعطي لنا الأمل. ليش؟ لأنه ربنا لما دخل إلى القبر وأغلق علينا بالحجر، الكل اعتقد بأنه انتهت، الكل اعتقد بأنه خلصت، لكن رجع قام من جديد. فمهما اليوم كان عندنا مشاكل بالعائلة، مهما اليوم كان عندنا تفرقة ومعتقدين بأنه هالمشاكل وضع عليها حجر كبير، اعرف بأنه القيامة حصلت، اعرف بأنه أكو من له إمكانية أن يزيح هذا الحجر ويعلن قيامة، اعرف من ما عنده إمكانية أن يزيح هذا الحجر ويصلح الغلط، يصلح الخطيئة، يصلح العلاقة اللي تكسرت بعلاقة جديدة. فخلونا أحبائي اليوم مع
هذه التأملات الثلاثة أن نبدي نصلح حياتنا. خلونا نبدي نحن اليوم نصلح عائلتنا حتى نقدر نحن ننتقل إلى القسم الثاني والثالث. الشيء اللي أريده أيضا أن يبقى في بالكم، لأنه راح نرجع نشوفه، ابنة يايروس هي ابنة فتاة صغيرة، يعني معناها مشاكلنا صغيرة، مهما كانت هي مشاكلنا صغيرة. وحيدة معناها قادر على أنه نحن نقدر نسيطر عليها. الشيء الثاني كانت في البيت، معناها ما لازم نخليها تنتشر، ما لازم نطلع كل ما في داخلنا برا، خلي يكون عندنا أسرارنا الخاصة. حتى هذه الأسرار لو وصلت لمرحلة اليأس وإنها ماتت، قادر ربنا على أن يحييها. والله يبارك بكم، وإن شاء الله ننتقل إلى القسم الثاني.
تنازحت يا بني عن أن أعودك ضياعا على الأم، وإنك حي فلا موت عندك ولا ظل للغم. بعد ما شفنا بالقسم الأول القيامة للعائلة وللبيت، نركز على هالكلمات: فتاة تدل على الحيوية، وحيدة، وفي البيت، وتتوفى. كل هذه الأمور هي مهمة، ويطلب من عندهم ربنا بعد ما تقوم أن يعطوها أن تأكل. فأشنو الشيء اللي راح نشوفه مع ابن الأرملة؟ لما نقرأ نص ابن أرملة نايين ونجي نشوف إيش معناته كلمة نايين، راح نشوف بأنه هي الجمال، هي الشيء الرائع، هي الشيء الحلو، هي مدينة رائعة. يمكن كل واحد بذاك الزمان كان يحلم أن يعيش في نايين، لأنه وصفت بأنها جميلة، ولكن هذا الجمال هو ميت، ما بينه روح، ما بينه طاقة، ما بينه العنفوانية، لأنه كان نشوف بأنه هذا الجمال كله ولكن هو شباب ميت، شاب ميت. أيضاً لما نقرأ نشوف بأنه هذا الشاب الميت هو كان وحيد، أيضاً كان وحيد لأمه، وهنا الفتاة كانت وحيدة لعائلتها. فإذا معناها هنا مصدر الطاقة والقوة أيضاً انتهى. لكن هنا أكو شيء آخر، نشوف بأنه هذه الامرأة كانت أرملة مسكينة، لما يشوفها الرب يشفق عليها. فهنا يا ترى شنو الفكرة اللي نحن نقدر ناخذها من هذا النص؟ راح نشوف بأنه هذه الامرأة اللي موجودة أرملة نايين، شوف بأنه هذه الأرملة تمثل المدينة، تمثل هذا المجتمع كله، بالرغم من أنه هذا المجتمع هو جميل ولكن هو أيضا ميت. فإذا كان عندنا مع ابنة يائيروس البيت، هسه تتحولنا إلى المجتمع اليوم اللي هو موجود، اللي نحن نعيش بينه أو نحلم نعيش بينه أو أي شيء. لازم نفكر، هل هو مثل نايين؟ هل شبابه ميت؟ فهذه الامرأة اللي هي امرأة نايين، أرملة نايين، تمثل هذا المجتمع
اللي كي يعيش بينه الإنسان، اللي يحتاج إلى شفقة، اللي يحتاج أيضا إلى رحمة، لأنه هو مجتمع ميت، ما عنده أي طاقة، ما عنده أي حيوية، ما عنده أي شيء. يمكن هذه المدينة كان بها كثير من العمل وكثير من الأماكن الجميلة وكثير من هذه الأمور حتى سميت بهذا الاسم، ولكن كل هذه الأمور ما كانت مهمة جدا بقدر ما أنه هذا الشاب، هذا المستقبل اللي موجود في هالمدينة مات. فإذا هنا لازم نبدي نحن نفكر بأنه بالمجتمع اللي نعيش بينه مهما كان في أي مكان كان، هل هو مجتمع حي؟ هل العلاقات بهذا المجتمع هي جيدة؟ هل هذا المجتمع له كل المقومات أن يكون مجتمعا جميلا بكل النواحي، وإلا هو مجتمع نائين جميل ولكن ميت، جميل ولكن لازم الإنسان يشفق علينا. كثير كبيرة وعميقة هالكلمة اللي قالها ربنا، اللي كتبها لوقا على لسان ربنا، وأشفق عليها. فنشوف هنا الرب ما أشفق على الميت، ما أشفق على هذا الشاب الميت، لكن أشفق على هذه المدينة، أشفق على هذه الأرملة. ليش أشفق عليها؟ لأنه هاي الأرملة تعبت، وهذه الأرملة كافحت، وهذه الأرملة اشتغلت وعملت كثير أشياء من أجل هذا المستقبل، ولكن المستقبل مات، مستقبل ميت. كل اللي حواليها يواسوها مثل ما واحد يواسي الثاني، ولكن ماكو نتيجة. كانوا شايلين ابنها، نعم، شايلين هذا المستقبل حتى يروحون يدفنونه، نعم، متعاونين معاها، ولكن ولا واحد قدر على أن نغير. ليش؟ لأنه كلهم يحتاجون إلى شفقة، كلهم يحتاجون أن يشفق عليهم، لأنه هم عايشين في بيئة صعبة جدا، في بيئة يحتاج لها كثير من الأمور حتى تتغير، بيئة يحتاج لها كثير من الأمور حتى تكون بيئة صحيحة، مجتمع صحيح. بيئة اليوم اللي كنشوف بيها خسارات كثيرة. يمكن واحد يقول شنو هي هذه الخسارات؟ قبل ما أقول لك شنو هي الخسارات، أقول لك شنو هو الربح، شنو هو الشيء اللي نحن نحلم أن يكون موجود في حياتنا في مجتمعاتنا. كثير راح يبدي يقول الأمان والعمل وهاي، نعم، هذه مقومات الحياة الأساسية، نعم، ولكن أكو قبل من عدها، أكو قبلها اللي هي الإيمان، اللي هي الكرامة، اللي هي الأخلاق، اللي هي الهوية، اللي هي التاريخ، اللي هي الآباء والأجداد، اللي هي كل هذه الأمور اللي نحن اليوم محتاجين لها، مثل ما محتاجين للبقية، نعم، لكن محتاجين لها. فاليوم لما واحد يختار جزء فإذا هو غلط، ما تقدر تختار شيء على حساب شيء آخر، مثل ما تقول بأنه هذه الأمور كلها تعاش مع بعضها. ما يفيد مجتمع آمن بدون أخلاق، وأيضا ما يفيد مجتمع بينه أخلاق
بس ما بينه أمان، تخاف عليها. فإذا هذه الأمور لا تفصل، هذه الأمور ما ممكن أنك تبدي تستغنى عن أشياء تقول ما يخالف، هذا ما مهم وهذا ما مهم. لا، أنت يحتاج لك إلى شفقة لأن المستقبل ميت. لما إجا ربنا وأقام ابن الأرملة دفعوا لأمه، وأش عمل هذا الشاب؟ بدأ يتكلم، بدأ ينطق. فلما بدأ ينطق ما يقول الكتاب أش حكى، ولكن لما نبدي نحن نفكر بما أنه قلنا أنه هذا الشاب يمثل المستقبل، فرجع المستقبل يحكي لنا، بدأ المستقبل يتكلم معانا أنه أشني هي الأشياء اللي لازم نحافظ عليها وأشني هي الأشياء اللي هي ثانوية. فإذا بالقسم الأول الفتاة أكلت، دخلت في علاقة مع العائلة. القسم الثاني أيضا بدأ توضح، بدأ الشاب يحكي، بدأ الشاب ينطق، وكأنه اليوم كي يقول لنا ربنا ادخلوا أنتم في حوار. لازم نبدي نحن نحاور، لازم نبدي نحن نفهم، لازم نبدي نحن اليوم نناقش أشون أنا كي أعيش وأشون أريد أعيش بالمستقبل، وأشني هي الأمور اللي ممكن أخسرها وأشني هي ممكن الأمور اللي أربحها. وكل هذه الأمور حتى يكون نحن عندنا مستقبلا واضحا لازم نناقش هذه المواضيع. فاليوم نحن مع ربنا هو مستقبل حياتنا الإيمانية، هو أملنا وهو رجانا، هو اللي كي يعطي لنا الحياة. لما نبدي نحن نتكلم ونشوف بكثير من أماكن العالم الكل عنده أفكار عن المستقبل، ولكن من اللي يقدر أن يضمنها؟ من اللي يقدر أن يحققها؟ من اللي يقدر أن يضمن نفسه أنه يعيش إلى باكر؟ فإذا الإنسان اللي عايش بهكذا هو إنسان يحتاج إلى شفقة. والإنسان الحقيقي هو الإنسان اللي يعرف يعيش مع الرب في كل لحظة من لحظات حياته. الإنسان اللي كي يقدر واللي كي فعلا يشتغل على أنه يعيش مع الله في حياته، هذا هو الإنسان الصحيح، هذا هو المستقبل الصحيح، لأن المستقبل اللي يحدده هو الله. لازم نرجع نحن إلى سفر التكوين. لما نجي نحن نقرأ حادثة لوط مع بناته، نشوف بأنه لوط أخذ بناته إلى الجبل، أخذهم حتى يحافظ عليهم، أخذهم حتى يعطي لهم الحياة، طلعهم إلى مكان عالي. بعد ما كانوا عايشين بالمدينة طلعهم إلى مكان عالي، فكر بأنه بهذه الطريقة راح يحميهم من الأشرار اللي موجودين في المدينة، فكر بأنه بهذه الطريقة راح يقدر يأمن لهم الحياة الجيدة والحياة الكريمة مثل ما نحن سميها. لكن راح عن باله بأنه هو راح يكون سبب تعاستهم، راح من باله بأنه هو راح يكون سبب دمارهم، راح من باله بأنه هو راح يكون سبب هلاكهم الأبدي. هرب من المجتمع، نعم، وراح إلى مجتمع آخر سيء. فاليوم نحن لما كي نقف أمام نص ابن الأرملة، كي نقف أمام حياتنا، كي نقف أمام كل ما يدور حولنا ونشوف بأنه نحن أشقد نقدر أن نتعامل
مع الآخر. أشقد نقدر اليوم أيضا نشوف بأنه مجتمعنا هو على قيد الحياة. أشقد اليوم يقدر المجتمع أن يقدم الحياة الأفضل لنا جميعا. ما هو أمر سهل، ما هو أمر بسيط، ولكن بدون الرب ما ممكن لأي شيء أن يتم. ربنا لما ولد في بيت، في مغارة، في مجتمع، في عائلة، كان دائما يحاول أيضا الرب أن يصلح من المجتمع اللي كان عايش بينه. كان دائما الرب يحاول أن يرفع من هذا المجتمع، يرفع من شأنه ويعليه، ولكن كنا نشوف دائما بأنه هذا الشعب ينهار، هذا المجتمع ينهار. ليش؟ لأنه ما كان عنده الهدف الأساسي اللي هو اللقاء مع الله. ما عنده الهدف الأساسي اللي هو يعلن بأنه خلاص هو بالرب يسوع المسيح. فهذه الأمور اللي هي كانت تحطم من المجتمع، هاي الأمور اللي هي تخلينا أنه اليوم نحن ننقهر على هذا المجتمع، نشفق علينا مثل ما علمنا الرب. فاليوم لما نبدي نحن اليوم نوصف حياتنا، شلون راح نوصفها؟ في أي مرحلة من هذه المراحل راح نخليها؟ هل راح نكون نحن هذا الشاب الميت، ولا راح نكون نحن المدينة الجميلة، ولا راح نكون نحن هذه الأرملة اللي صارت وحيدة؟ شلون نحن اليوم نبدي نتعامل؟ شلون نحن نبدي اليوم نفكر بالمستقبل؟ وعن أي مستقبل نحن اليوم نتكلم؟ تكلمنا في القسم الأول بمستقبل العائلة، وقلنا بأن ربنا بآخر لحظات حياته ما تخلى عن والدته، عطاها لأعز صديق وقال له أن يهتم بيها. فهل اليوم المجتمع يعلمنا ما علمنا الرب؟ هل اليوم المجتمع يعلمنا شلون نحن نتعامل مع الأب والأم؟ هل اليوم المجتمع كي يعلمنا شلون نحن نكون جيران صالحين؟ هل المجتمع يعلمنا اليوم شلون نكون نحن مواطنين صالحين؟ ولا مبدأ القوة هو اللي يسود؟ مبدأ العنف هو اللي راح يسود؟ عن شنو نحن كي نتكلم؟ العنف ما هو فقط نفهم باستخدام السلاح وباستخدام غيره، لا، اكو هناك عنف اقوى لما ما يبقى قيمة للأب والأم. هذا هو العنف الأقوى، هذا هو المستقبل الميت. لما الأب والأم، لما الكبير، لما سيد البيت يفقد وجوده، يفقد كرامته، اعلموا بأن المستقبل مات، المستقبل انتهى. ولهذا ربنا لما أشفق على هذه الأرملة المسكينة، أشفق لأنه عرف بأنه الكل تخلى عنها، أشفق لأنه عرف أنه تركت وحيدة، تركت بلا قوة، بلا مأوى، بلا أي شيء. ولهذا ربنا تحنن عليها وأعاد لها الحياة. فاليوم نحن أيضا أحبائي واجب علينا اليوم أن نحيي كل ما هو مهم وموجود في حياتنا، ما بس أن نحيي عوائلنا بالقسم الأول، واجب علينا أيضا أن نحيي مجتمعنا اللي هو الكنيسة، اللي هو المدينة، اللي هو التاريخ، اللي هو اللغة، اللي هو الثقافة، اللي هو العادات الجميلة اللي نحن ورثناها. كل هذه الأمور
نحن محتاجين أن نحييها من جديد. ليش؟ حتى تكون مدينتنا نائين الجميلة. ليش لازم نحييها؟ حتى نحيي الشاب اللي موجود فيها حتى يكون بيها المستقبل. ليش لازم نحييها؟ حتى أنه هذه الأرملة ما تبقى وحيدة. هذه الأرملة اللي تمثل المدينة، نعم، وتمثل التاريخ وتمثل الآباء وتمثل الأجداد وتمثل كل شيء، لا لازم تكون وحيدة. ما لازم تكون وحيدة، لأنه هي الأساس. فهذا ربنا أعاد لها بهجتها، أعاد لها شبابها وحيويتها. وواجب علينا اليوم نحن أيضا أن نعيد ونحيي شبابنا وحيويتنا، نحن حيوية كل ما هو جميل في حياتنا. كل هذه الأمور نحن قادرين على أن نعملها مع ربنا يسوع المسيح. كل هذه الأمور قادرين أن نعملها مع ربنا، لأنه هو اللي أعطانا الخلاص، هو اللي بدأ يجدد حياتنا. بعد حياتنا ما كانت انتهت، بعد حياتنا ما كانت صارت من العدم، رجع أحياها مرة ثانية بهذه الجمعة العظيمة اللي فدانا بدمه، عطانا جسده حتى نرجع نحن نعيش مرة ثانية من جديد، حتى نرجع نحن مرة ثانية نحيي حياتنا وحياة مجتمعنا من جديد. فإذا لاحظتم أحبائي المقارنة ما بين ابنة يايروس وابن الأرملة، اثنيناتهم كانوا وحيدين، اثنيناتهم كانوا بعز شبابهم، اثنيناتهم توفوا، اثنيناتهم كانت خسارتهم كبيرة. واحد من عندهم طلب من عنده الرب أن يأكل، رمم بيته، والثاني طلب من عنده الرب أن يحكي حتى يفهم، حتى يوعي، حتى ينشر الرسالة للجميع. والقاسم المشترك بيناتهم اثنيناتهم بأنه أقامهم الرب، رجعت حياتهم مرة ثانية اتجددت. فهذا الأمل اللي كي يعطي لنا الرب مع كل مرحلة، مع كل آية، مع كل معجزة، إنه يا إنسان تجدد، يا مجتمع تجدد، يا عائلة تصلحي، إنه الله موجود. فرصة اليوم ثمينة، فرصة اليوم هي ثمينة في حياتنا، ما لازم نضيعها. ما لازم نحن نختار الشيء السيء في حياتنا، الله كي يعطي لنا الخيار الجيد. قبل 2000 سنة وضع الشعب أمام خيار صعب، كان بالنسبة له صعب، ولكن اختار غلط. اختير يسوع مع اللص، مع برأبة. هنا هي الصعوبة. الصعوبة لما نبدي نحن نقارن الله مع الأمور السيئة، لما نبدي نحن نقارن الله مع الأمور البالية الفانية المادية وننسى الله. من قبل 2000 سنة وضع الإنسان أمام هذا الخيار، عندك الله وعندك اللص. للأسف اختار اللص وبدأت الحياة كي تشوفوها. فاليوم عندنا نحن إمكانية، ايش راح نختار؟ راح نرجع نصلح الغلط اللي صار، نختار ربنا، نختار مجتمع جيد، نختار علاقات عائلية جيدة، نختار تصليح بحياتنا، ولا راح نظل نختار الأمور اللي كي تسرق حياتنا؟ الخطيئة، الشهوة، الأمور الفانية. فبالقسم الثاني ايش راح يكون الجمال اللي موجود في داخلنا؟ هو اختيارنا الصح. يا إما نختار ربنا يا إما نختار الأمور الفانية. فكروا بيها حتى نرجع بالقسم الثالث. ايش عندكم إمكانية تختارون؟ ربنا ولا؟ وهاي ولا كثير بيها
معاني، وبركة الرب معكم إلى الأبد، آمين. وصلنا للقسم الأخير اللي هو إحياء لعازر. أيضا نشوف ما يربط لعازر مع ابن أرملة نايين وابنة يائيروس، أنه هو أيضا كان وحيد لعائلته ووحيد لأخواته. لعازر يقول الكتاب بأنه كان رجل، دلالة على الحكمة، دلالة على الفطنة،
دلالة على أخذ القرارات الصحيحة، دلالة على شيء واحد مهم اللي هو تحمل المسؤولية. لما واحد من عندنا يتحمل مسؤولية نقول بأنه أنت وصلت إلى هذه المرحلة. طبعا أكيدا هذا يشمل الجميع. فإذا نكون مرحلة هي مرحلة البلوغ، مرحلة وصول إلى القمة، إلى أخذ القرار، إلى السيطرة على النفس، إلى كل شيء. فلعازر هكذا كان، ولكن بنفس الوقت بأنه نشوف بأنه لعازر مات. ما بس هكذا، لعازر اللي مات وضعوه بالقبر، ووصلت بينه المرحلة أنه تجاوز الأيام اللي كان الشعب بذاك الزمان يفكر بأنه ممكن نروح أن ترجع خلال يومين أو ثلاثة، لكن لعازر تجاوز هذه الأيام، وصل إلى اليوم الرابع، واليوم الرابع معناته فقدت كل الآمال. ايش نتعلم نحن من هذا النص؟ فكي يقول لنا النص بأنه لعازر هو نحن. ابنة يائيروس مثل العائلة البيت، وابن الأرملة يمثل المجتمع، ولعازر يمثل كل واحد من عندنا شخصياً. كل واحد من عندنا إني لازم يوصل إلى مرحلة يعرف أن يأخذ القرار. كل واحد من عندنا يوصل إلى المرحلة اللي يقدر هو اللي يحدد أش ينفعه وأشنو يضره. ما لازم أن يكون مقيد ولا أن يكون أسير لأفكار معينة أو لشيء معين، مثل ما كان لعازر في القبر. هنا ما لازم نفهم أنه فقط لعازر كان ميت. لعازر كان في قبر يمثل الإنسان اللي يوضع في مكان محدد وتحكم علينا الشروط والقيود والأفكار، يصير إنسان بلا حرية، يصير إنسان مقيد. ولهذا يقول لنا ربنا لما نادى لعازر: لعازر قم واخرج، يقول حلوه من قيوده، حلوه من الشيء اللي هو موجود فيه. اجى ربنا حتى نحن يحررنا، لأنه نحن إذا بقينا بالقيود، بقينا بهذه الأمور اللي كي تقيدنا، راح ننتن مثل ما انتن لعازر. إذا ما نقدر نحن نتحرر من القيود الظالمة، من الأفكار البالية، من كل شيء اللي موجود في حياتنا، راح تكون حياتنا مثل حياة لعازر، في ظلمة بالقبر، مكان ضيق، مكان مظلم، مكان ما بينه أي نفس، مكان ما بينه أي حياة. بالرغم من كل ذلك مقيدين. ولهذا لما قال ربنا اخرج يا لعازر، قال فكوا قيوده، خلوه يتحرر، خلوه يعيش. وكأنه هنا النص كي يقول لنا بأنه لعازر المشكلة الكبيرة اللي كان عاني من عندها كان مقيد، ما كان يقدر أن يتحرر، ما كان يقدر أن يعيش بحرية. ولهذا انتن بفكره، انتن بقيمه، بمبادئه، بكل شيء. فإجا ربنا حتى يحييه من جديد. وهنا الشيء الآخر والجميل جدا، لما نسمع مريم ومرتا يقولون لربنا يسوع المسيح: يا رب لعازر الذي أنت تحبه. هاي كلمة ركزوا عليها. كل واحد اليوم من عندنا هو لعازر، كل واحد اليوم من عندنا هو مقيد، هو محطوط في بيئة صعبة علينا، في كل هذه القيود مثل ما كان لعازر محطوط بيها. لا تخاف، اعرف بأن ربنا يحبك، اعرف بأن ربنا ممكن أن يترك كل شيء ويجي على مودك. مثل ما كان ربنا في رسالة تبشيرية ترك المدينة وإجا إلى المدينة اللي كان فيها لعازر حتى يقومه. فاليوم يا إنسان لا تيأس،
فاليوم أنت يا إنسان لا تدخل في كآبة ولا في قلق ولا في أي شيء. قادر ربنا أن يجي، قادر ربنا أن يحضر بحياتك، قادر ربنا أن يدخل إلى أعماقك. مهما كنت أنت معتقد بأن الحياة انتهت ودخلت في كآبة ودخلت في عمق الظلام مثل ما كان القبر موجود، قادر على ربنا بعبارة واحدة يناديك يقول لك يا فلان اطلع، وراح تطلع أنت. فإذا القيامة الثالثة اللي كي نتكلم عنها نحن هي قيامة الرجاء، قيامة الأمل اللي الله كي يعطيها لكل واحد من عندنا. شجع كل واحد من عندنا اليوم لما نفكر بحياته هو يفكر راح يقول بأنه أنا مقيد، أنا عندي ضغط من قضية فلانية، أنا عندي قلق، أنا عندي فلان شيء، عايش في ظلمة في قوقعة، ما كي يقدر مثل ما نقول يتنفس براحته، ما كي يقدر يعيش حياته براحته، داخل في صراعات، مشدود ايديه ورجليه وكل حياته متربطة، حتى فكره متربط. يقول له ربنا بعبارة واحدة اطلع، تحرك، روح عند الله، تقرب من الله، قرب من حياتك، قرب من الصلاة، صلي، صلي بحرارة، صلي بإيمان، اطلب الرب تجده. باب الرحمة موجود، باب الرجاء موجود، عطانا إياه لإلنا الله، بس واجب علينا أن نحن نتشجع وندق هذا الباب، نتشجع ونعلم بأنه يا رب أنه نحن محتاجين لإلك، مثل ما كان لعازر محتاج لإله. لو ما كانوا سائلينه، لو ما كانوا طالبين، كان يبقى لعازر في ظلمته. فاليوم كل واحد من عندنا يعتقد نفسه عايش في ظلمة أو عايش متربط بكل شيء، اطلب الرب، صلي لله، هو اللي راح يحررك. الفكرة الثالثة من هذه القيامة الثالثة اللي نحن نتكلم عنها هي الرجاء اللي الله يعطيه لكل واحد من عندنا. نوصل بكثير من المراحل إلى اليأس، نعم نوصل بكثير من المراحل وكأن الطرق صارت مسدودة مثل ما كان قبر لعازر مسدود، ولكن بكلمة واحدة من الرب أرجع كل شيء إلى حياته. فأرجع أقول لكم نحن بمنو نثق؟ هل نثق بالمشاكل، بالضغوطات، بالظلمة اللي موجودة في حياتنا؟ هل هذه هي المحور الأساسي في حياتنا ولا ربنا؟ أريد أسمع جواب، أريد أسمع جواب. بربنا. فإذا لا نخاف، فإذا لا نتراجع، لا نعيش في قلق ولا نعيش في كآبة ولا نعيش في ظلمة. خلونا نحن نستخدم الحكمة اللي عندنا إياها، خلونا نستخدم إنه نحن القرار اللي عندنا إياه، أن نكون نحن أحرار ونقول للخطيئة ونقول للشر إنه أنت ما عندك مكان يمي، ونقول للظلمة بأنه أنت ما عندك مكان يمي أبداً. أنا راح أتوجه إلى الرب يسوع المسيح. خروج لعازر من القبر كان خروج الإنسان اللي كي يعيش في ظلمة، الإنسان المقيد، الإنسان المكبل. هذا الإنسان بدأ يتحدى هذا الظرف اللي هو محيط بينه حتى يتوجه إلى ربنا اللي هو النور الحقيقي، اللي هو القيامة الحقيقية. ولهذا نشوف بأنه لعازر لما وصل عند ربنا كان بعده مكبل. الحرية الأخيرة اللي أخذها هي كانت من عند الرب، فحلوه وفكوه ودعوه يذهب. فلعازر لما طلع من القبر يمثل كل واحد من عندنا اللي يتحدى الصعاب، يتحدى الظلمة، يتحدى كل الضيقات، لأنه أنا متوجه إلى ربنا يسوع المسيح. حتى لو يبقى لي بعض ضغوطات أو فد شيء، أعرف بأن الرب راح يخلصني من عندها.
هذا الأمل والرجاء اللي كان عنده يا لعازر لما توجه بينه إلى الرب، لما تخلى عن الظلمة اللي كان عايش بيها، لما تخلى عن الضغوطات، لما تخلى عن كل ما كان يكبله، لأنه كان عنده ثقة بالرب وتوجه له. فاليوم أخوتي الأحباء أكو قيود علينا، ممكن أكو ضغوطات، ممكن أكو ظلمة على حياتنا، ممكن كل شيء ممكن أن يكون، بس اعلموا شيء واحد، بأنه ربنا قدامنا، ربنا كي ينادينا، كي يقولنا تعالوا، كي يقول أنا موجود، كي أنتظركم. فمن اليوم عنده استعداد يتوجه عند الرب؟ من اليوم اللي عنده الإيمان الحقيقي يتوجه عند الله؟ لا نكون فقط بكلمات، خلونا اليوم نحن نبدأ فعلا نعيش القيامة الحقيقية في وسط هذا الألم اللي نحن كي نعيشه، كي نتذكر بينه آلام ربنا. اليوم نحن نقول له يا رب إنه نحن مثل لعازر في ظلمة، في قيود، بعيدين في مكان موحش. خلينا يا رب نتقرب من عندك، إنه أنت يا رب قدامنا، إنه أنت يا رب كي تنادينا فاتح إيديك تستقبلنا. بهذا الأمل وبهذا الرجاء اليوم نحن نعيش هذه الجمعة العظيمة، سميها جمعة الخلاص، جمعة الحرية، جمعة إنه العائلة تنجمع، جمعة إنه المجتمع يتصلح، جمعة اللي ننال بيها كرامتنا الإنسانية اللي أعادها لنا الله. إذا نرجع نقارن ما بين النصوص الثلاثة، ثلاثتهم كانوا وحيدين، ثلاثتهم ماتوا، ثلاثتهم كان عندهم رموز قوية، فتاة، شاب، رجل، وكل واحد من عنده طلب من عنده الله. طلب واحد خلاه ياكل يرجع العائلة، الثاني طلب من عنده أن يتكلم، أن يصلح المجتمع، والثالث لعازر طلب من عنده أن يرجع إلى حياته اللي الله خلق له إياها من البداية، لما قال فكوه وحلوه ودعوه يذهب. روح يا إنسان، أنت اليوم تحررت. روح يا إنسان، أنت اليوم صرت خليقة جديدة. روح يا إنسان، أنت اليوم صرت سيد نفسك مثل ما خلقك الله في سفر التكوين. اليوم تصلحت الخطية اللي عملها آدم وحواء، بعد ما كان سيد رجع للعبودية، مع لعازر الله أعاده مرة ثانية سيدا على نفسه. طولتها عليكم، أعرف طولتها. ختام، كل واحد من عندنا هالساعة ولو للحظات أتمنى من الجميع أن نغمض عيوننا ونعيش هذه الظلمة اللي موجودة، نعيش هالأجواء اللي كي تقيدنا، نعيش هالحالة الصعبة اللي ممكن لكل واحد يمر بيها. نبدي نفكر ونتأمل إنه نحن بمكان لعازر، فاقدين الأمل، فاقدين الرجاء، فاقدين كل مقومات الحياة. نرفع راسنا ونشوف الرب واقف قدامنا، يعطي لنا الأمل، يعطي لنا الحياة إنه نتجدد من جديد. فأختي الأحباء، خلونا نتشجع بالرغم من كل القيود المحيطة بنا، خلونا نتشجع ونتوجه كلنا بقلب واحد وضمير واحد وشعب واحد ولسان واحد، ونقول له يا رب حررنا من كل هذه القيود، حررنا يا رب
من هذه الظلمة المحيطة بنا. أنت النور الحقيقي. بهذا الشيء أحبائي راح نعيش القيامة. هذا هو فرح الجمعة العظيمة، هذا هو الفرح اللي نحن راح نناله، اللي هو الخلاص. والله يبارك بكم جميعا، وكل عيد وأنتم بألف خير. صحيفة 5 عدد 36. نيقوديموس خيمة طلب لنبي لاطو زيمة بايش مشترى وطيمة إذا ساد يوسف دراما وإني قديموس تمام قوره إيشو رخاما من نعم حصلان قياما نخري موسى حرب وكيفنا ومرؤوسة كل أشكال الأدوس مارا أمطر رحمة سام ملينا شوسة بركاسا ددها وزونان خاصا زون البهرة رخاصا شوقية إما سوبابا واسطا تهاولتونا يخنهازا خليلو لبا طلبة منه مار عيسى بقورته مخلصاني سام زرعت شنوخ ببريسام مقوتي تنوقسام يا أما حامي نيسا دبش لاخ مشاركة نيسا طلب رحمة دمار عيسى بغداد مهمنا نيسا دد ناطر
ابرخ ما سام يا العتبشي خواسام جمال يا بدير وإتاسام ورحي عنا بسخطر عالشلطان وثام جالي يالا بس خسام سكني مبرخ مالكوثا ماجد حاكم موت طلبخ مصلي وتحايم صحيفة 10 الريش رقا غلتام سميخ لما ريامي عزنتا قبخيا وقاوي تعكبتام واي لما عزنتا بيوم ما ولادخ رقتا وابدا برخ متهتهتا هاليلويا وبشنس صلوصوخ قربتا وموت عذرتا وسمختا شكت واشتقت راخا منح راحقتا ناشم بقرنا بيد يذي ممخلصانا حكمت أذاقنا مرثد ملفنا مرتلي مخيانا تويري سطوة سطانا هاليلويا كاوذنا شاخلنا طينا لبا مهمنا نام لي وصلي وابقى غلطة في شالومة ومعيارتام كرانيتا صخار يمنو بلي شيبانا بالنقش
شيله تلميذ بالتركي ليه برخاذح بسلام ميركل من ديك من لم وآدم ميسى وخيله هللويا يوم تخلص هويله شورد عدا واحد لهم صبرنا الأبد بهره وسلطانا بين تبقاوي مهمنا خواد باريا دير فلم وشنبيا رشد خشق لعل يا مثل ودميا دي شبر نشا ومريم بايش لصلي ودريا هللويا كل من دلقي بعثيا نيخو سبا يشقنيا آل خير يا آل بعد بخايا الأذى شعب مشيحة يا عزوم العزايا دي شمشي حنصرايا الكل أزال وأزايا هللويا صال خير ببخايا ومجرى دمي الهدايا من قالوس قريلا
سون بارخمار تشبحتا توديثا هدرا وقولاسا روم راما طافت لباطل آمين وعيد بخل زبان وبخل عيدان نشود ناسك التسبيح لذلك الحي ووائب الحياة بطبيعته الإلهية وقد مات عنا بطبيعته البشرية وأسلم روحه بيدي الآب الذي أرسله ويوسف البار التمس جسده وفي قبر جديد دفنه وجعل بين الموتى في التراب بعد أن عذب بأصناف العذاب التمجيد للذي زرع الحياة بين الأموات بنزوله وبشر المدفونين بالبعث والنشور بنفنتهم الذي يجب له المجد والوقار الآن وفي كل أوان وإلى أبد الآبدين. بارخ مور أيها المسيح إلى هنا أنت هو الحياة الثابتة غير المنحنى وغير المتناهية أن يوم تنازعت مع الموت من أجل جنسنا الحقير وقبلت عليك أن تموت على الصليب من جرى مجاوزة آدم الوصية وقد وافيت إلى أن تكون بين المدفونين في مثل هذا اليوم بنعمتك لكي تعتقنا من سلطان الموت أن يوم عزمت إلى النزول إلى القبر أن يوم أعد لدفنتك الصبر والمر والكتان النقي أن يوم يوسف ورامي تقدم وطلب جسدك من بيلاطس ونقائنا أعطني جسد يسوع ذلك الفقير ذلك الغريب ذلك الذي لا منزل له في الأرض ذلك الذي حكم عليه بالموت ظلما وهو إله الآلهة حقا فأخذه ونفه بكتان نقي وحنطه بغاية الوقار أن يوم يوسف ونيقوديموس صارا شركاء في دفنتك المحية وبالمر والصبر حنطاك وبنفائف من كتان درجاك وبقبر جديد لم يوضع فيه أحد وضعك أن يوم جعلت وسادتك على رميم آدم
ونمت لتقيمه معك من الموت. أن يوم ارتج الموت وخاف وارتعد من موتك، وانهاويا مشؤومة تدمرت عند دخولك إليها. أن يوم انتعشت عظام موتى وخرجوا إلى لقائك لأنهم استنشقوا رائحة حياة عطرية، وشعروا بالاستطاعة عن النهوض بواسطة دفنتك المحية. وحيث الآن لدفنتك الجانبة حياة، نحن معيدون ولذكر موتك المخلص متذكرون، فنصرخ بتراتيل الروح ونحن قائمون. وارخ مر يا لها من دفنة محية أتت لنا بواسطتها كل الخيرات. يا لها من دفنة محية بها نهض جنسنا من اعتقال الموت. يا لها من دفنة محية من أجلها صرخ داود النبي وقال: هو ذا بين الموت ابن الأحرار وفي القبر واهب الحياة. يا لها من دفنة محية صارت خلاصا ورجاء ثابتا لجنسنا. يا لها من دفنة محية بها الراقدون استبشروا بوعد الحياة. يا لها من دفنة محية غفر الذنب آدم. يا لها من دفنة محية نضحت طل الحياة على المائتين. يا لها من دفنة محية منحت حياة سماوية للمنضجعين. يا لها من دفنة محية بها أشرق النور على جميع الأبرار والصديقين. يا لها من دفنة محية بها خرج الأموات إلى لقاء مخلصهم. يا لها من دفنة محية بها فرح الموتى بالقتيل الذي أحصي بين جملة المائتين. يا لها من دفنة محية بها سبح الحزان تسبيحا أزال حزنهم وكابتهم. يا لها من دفنة محية لأجلها العلو والعمق قدم شكرا متواترا للمخلص الذي خلصه. يا لها من دفنة محية فيها سبح آدم وحواء تسبيحا للذي رقد على ترابهما وفداهما. يا لها من دفنة محية جرت فيها
عجائب غير محدودة. بارخ مور، ولأجل هذا نطلب منك أيها الرب الذي خضعت لحكم الموت على الصليب وخلصتنا، إن موتك المحيي يقيمنا من ميتوتتنا، ونور قيامتك يبهج كابتنا، ورجاء انبعاثك يعزي أحزاننا. فاجبر اللهم انكسارنا، اجمع تبديدنا، أعن ضعفنا، ارفع شأن كنيستك الجامعة، واحفظ الرئاسة البطرسية بحق دفنتك المحية، وارحم الموتى المؤمنين الذين هم في سجن المطهر معتقلون، لكيما نحن وهم نصعد لك المجد والشكر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. من بارخ مور من الون قابل حسيت حوبة شبقون دحطوه ذخرنا طوب العنيدة مهيمنة بترين علم العالم علمين. صحيفة 13. لا تشبط مناحم ميتم من قبري هون، ملبش الهون اسطال شبحام بيومنا حمام. هذه النوايا عهد القديم وين؟ عهد القديم. تابق آدم وعزيل قابح ميطا لا ساق، أذام الموت نغزان حابا داتي حبيب. قراءة من سفر التكوين. ورجع راوبين إلى البئر فإذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابهم، ورجع إلى إخوته وقال: الولد ليس موجودا وأنا إلى أين أمضي؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعز وغمسوا القميص في الدم، وبعثوا بالقميص الموشى وأوصلوه إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، انظر أقميص ابنك هو أم لا؟ فنظر إليه وقال: هو قميص ابني، وحش ضار أكله.
افترس يوسف افتراسا، ومزق يعقوب ثيابه وشد مسحا على حقويه، وحزن على ابنه أياما كثيرة. وقام جميع بنيه وجميع بناته يعزونه، فأبى أن يتعزى، وقال: إني أنزل حزينا إلى ابني إلى مثوى الأموات، وبكى عليه. آمين. نودن الأخمر يا عبديك حي نودي لبرد بصلي بي حارا مني رزق دون بروخ ونزق ذليل حي نودي ونزغد ونشبح ونشمر اليوم نيسي الله وقارلا ثرايا نبعلا بزيت ميز على فوت عربة لاني باز نحن ربح شوخة لطريصين إيثو شمشو ننهر الحشوخين واسخ صلبون يشوخون زادي قيك شبحون أخ مطول طال طال وضحايا طال وضحايا رسلهم بحنانا خالها نيل دودي وهيمن بو يوم ريال الميسى عبيدت زمراسقنا برحيرة بسرد عنيزة وذي باريش السلم بيوسف طلد ما بعد حيثك يا سبر دخلهن ما يوسف سبرت حاية دنحل بزميسف وقيمين ها سمر شبحا نحلي طيلو لي موتو عام في راويه بسبنه في رضحايه ناحم العانيزه ناحم حوض او بحطيته مريالون نهر لي صم بارخ مار روح قديشو شاي نبرة وما وسلام بعمقه داب السبر مشيح بن حامد عالم وعلم العالم عالمين امين تودي الله مرتقي مسوسا ناحت علي دمقض حراركم لو دطعن كل برياس ابقي صاد اصلي موتاني لو حياة ما بالحياة موت بصم وصبياني
بقبر قناوة أو قبر علمي بزعاني جنوار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا ابنة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى الدائمين. بريخيتون المريا كل خنا ودع بعد شمايا ورعو اللهم بارك ونحاسي كل من الطياب عمان تشمشتي هودي روحانيتو نحاسي لمريا ونحاسي العنيذا ومهيمني شميعوثا ومقبلوثا عبيدين إلا الصلاوثا ديلان محيلوثا تحبوثا ضمبيم ديلوك حلتم رايمتو أبو وبرو وروح قاديشو العالم علمين آمين. توصيات. أحبائي، نرجو منكم التعاون مع لجان الخدمة الذين هم في صحن الكنيسة، نطلب منهم الجلوس لكيما يتسنى للذين هم فوق بزيارة القبر المقدس. إخوتي الأحباء، سوف تكون الاعترافات مؤمنة من كهنة الرعية طوال وقت الزيارة. نذكركم إخوتي الأحباء بأن كهنة كاتدرائية الطاهرة الكبرى سوف ينقلون القربان المقدس غدا إلى المرضى في البيوت. ونذكركم بأوقات القداديس لعيد القيامة التي سوف تكون كالتالي: القداس الأول في تمام الساعة 5 عصراً، والقداس الثاني سيكون في تمام الساعة 7:30 مساءً. يا مريم قد صار صبرك سورا حصينا. بالصلاة عراق ابنك دمان وبه نقينا. جنود الظلمة قد ضبطوه مكتوفا مهونا. دار